السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل ايامكم خير. رجعت لكم بوصفة من اجمل الوصفات، وصفة من كتر جمالها مش عارفة اوصفها ولا اقول ايه عنها. وصفة السهل الممتنع، وصفة راقية جدا نقدر نقدمها لضيوفنا، ناخدها مع القهوة بتاعتنا. وسامحوني على التأخير، وسامحوني على صوتي لاني شوية عندي برد. الوصفة بتاعتنا مكوناتها بسيطة قوي وأكيد موجودة في كل بيت إن شاء الله. بنحتاج لوصفتنا النهاردة موزتين، يا ريت يكونوا مستويين، وكوباية من جوز الهند، واتنين معلقة من الكاكاو الخام. يفضل يكون خام مفيهوش سكر لأن هنحط عسل. وممكن ان احنا نستغنى عنه، بس انا يعني بحب في الوصفة دي العسل، بيديها طعم حلو وكمان قيمة غذائية. بالنسبة للتزيين هنحتاج فرماسيه، هنحتاج مكسرات، اي نوع مكسرات، وكمان شوكولاتة خام دارك، سواء البني او الابيض، وشوية من جوز الهند برضو للتزيين. هنبتدي الوصفة بتاعتنا. هنقشر الموز بتاعنا وهنحطه في البولة، وهنهرسه لحد ما يبقى قوامه كريمي. انا بحاول اهرس الموز عشان يبقى قوامه كريمي معايا. وهبتدي احط المكونات الخام اللي اتكلمنا عنها، هما مكونين والتالت اللي هو الموز. فعشان كده بقول ان الوصفة سهلة جدا النهاردة وممكن تقوموا تنفذوها على طول. هنحط المعلقتين الكاكاو، وهنحط كمان كوباية جوز الهند، ونقلب شوية الخليط مع بعض. لما يبتدي يمتزج كده مع بعض هنحط العسل بتاعنا، ونقلبهم كمان مع بعض تقريبا كده لحد ما نحس ان المكونات دي كده كونت عندنا عجينة. العجينة لما نمسكها نحس ان هي سهلة جدا انها تتشكل معانا اي شكل احنا عايزينه. وطبعا التشكيل ده حاجة بترجع لكل واحد فينا، يعني في مثلا يحب يعملها شكل بولات، في يحب يعملها شكل صوابع أو اسطواني، في ممكن يشكلها أي اسطمبات موجودة عنده. يعني حسب ده. أنا حبيت أشكلها بإيدي، عملت منها شكلين تقريبا. الشكل اللي هو البولات، والشكل التاني اللي هو الاسطواني أو الصوابع. انا كده شكلت الكمية كلها وحطيتها على ورق زبدة، وجبت الشوكولاتة بتاعتي على حمام مية سخنة، وهبتدي اسيحها. في المرحلة دي ممكن احط معلقة من الزبدة او الزيت، معلقة صغيرة يعني، عشان بتدي لمعة حلوة قوي في التزيين. ونفس الشيء بعمله مع الشوكولاتة الدارك. كده النوعين جاهزين ان انا اقدر اشكل الكمية الموجودة عندي بشكلين حلوين هتشوفوهم دلوقتي. ببتدي اخد مثلا واحدة واحدة وانزلها في الشوكليت. انا حطيت اول واحدة في الشوكليت الدارك، وبعد كده زينتها بشوية جوز هند والمكسرات. نفس الشيء التانية، هاخد واحدة كمان ازينها في الشوكليت البيضة، احط عليها مثلا فرماسيه. طبعا زي ما قلت التزيين ده يعني حرية شخصية، كل واحد عنده بصمته وذوقه. الباقي شكلت ما بين الشوكولات الابيض والشوكولات الدارك، وعملت خيوط كده رايح جاي زجزاج، وحطيت عليها قبل ما تنشف كمان من المكسرات وجوز الهند والفرماسيه، وطلع في الاخر الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة تحفة، شكل وطعم مش عايزة اقول لكم خيال. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه.
صدقوني من بعد ما هتعملوا الوصفة دي هتدمنوها، ودايما هتحبوا ان انتوا تكون موجودة عندكم. بجد قد ايه صحية وقد ايه لذيذة واقتصادية، ما فيهاش مكونات كتير. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ويا ريت دايما تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير. آم، شيروها لأصدقائكم والكل اللي موجودين عندكم في القائمة بتاعتكم. أتمنى الفترة اللي جاية تستنوني في وصفات كتيرة حلوة، وإن شاء الله أشوفكم قريب على خير، والسلام عليكم.